ما بين فريق النادي القنيطري وهو يستضيف ضيفه الكبير فريق الرجاء البيضاوي. لقاء على الورق وعلى المعطيات يبقى لقاء قوي وغني بمجموعة معالم تقنية. القنيطريون تفاءلوا خيرا واستبشروا خيرا بالوصول إلى الربع النهائي بعد الإقصاء الوداد، إقصاء النادي المكناسي الكاك في الربع النهائي. الرجاء البيضاوي يمكن أقول إن صح التعبير يمر بمرحلة شبه فراغ، أقول شبه فراغ وأشدد على الكلمة. هزيمتين متتاليتين بالعيون أمام المسيرة أمام شباب محمدية، ولكن هذا لا ينقص من إمكانيات الواعدة لفريق الرجاء البيضاوي، خصوصا بأنه الرجاء نظرا للتشكيلة البشرية التي يضم قادر على أن يدق رهان التحدي هذا الموسم، وقادر على أن يلعب رهانات كبرى. خسر الرهان أمام في منافسات كأس العرش، ولكن الكل يعتقد أن الرجاء سيلعب دور كبير كالعادة في البطولة وكذلك مشاركته في كأس عصبة الأبطال. إذا هذه معطيات الفريقين لهذا اللقاء. إذا الفريقان يمنيان النفس من أجل تحقيق الفوز. الكل يتذكر الموسم الفارط الرجاء في مرحلة الذهاب عادت عودة قوية استبشرت الخير هنا من الملعب البلدي للقنيطرة. أنذاك انطلقت الرجاء، ولكن في آخر المشوار فاتتها البطولة. إذن النادي القنيطري سيلعب على خلق التحدي خلال هذه المقابلة وبالتالي تحقيق الفوز. لكي لا أطيل عليكم سأعطيكم التشكيلة ونبتدئ بتشكيلة فريق الرجاء البيضاوي الفريق الضيف. في حراسة المرمى هناك ياسين الحق. بقية اللاعبين هناك مراد عيني، يونس بالخضر، محمد بالحاج، إليخ كوكو، ياسين الصالحي، أبو شروان هشام في أول ظهور رسمي، هشام المهدوفي، عبد المولى بن رابح، لاسيني كوني، واندي باباي، هشام شروان أول ظهور له في البطولة. في حين التشكيلة الاحتياطية هناك كل من طارق الجرموني، إسماعيل بن معلم، سعيد فتاح، عمر نجدي، بوشعيب المباركي، حسن الاس، وراد عبد الصمد، والمدرب هو هونري ميشيل بمساعدة حميد موسى. إذا كانت هذه تشكيلة فريق الرجاء البيضاوي. تشكيلة فريق النادي القنيطري سيدخل بالتشكيلة الآتية. هناك زهير العروبي، رقم 4 هشام خربوش، رقم 27 بوركي نوفل، رقم 28 مامادو ديانغ، اللاعب الفنزويلي فالديز، رقم 20 الاندلسي يونس، رشيد بورواس، ابرباش عبد الرحيم، مهدي الحدادي، بلال بيات، فهد كردود. اذا كانت هذه التشكيله الاساسيه للمدرب اوسكار فيلون. التشكيله الاحتياطيه لفريق النادي القنيطري. الشخصي عبد الواحد، رضا المختاري، سفيان، مهدي بلطام، عصام